من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. الإريتريين في مهجر عيون 20 من يونيو. أنشطة فاعلة لرعاية الأطفال. دعم المحتاجين في الأوسط والجنوبي. ماكرون يقول أن فرنسا لن تتهاون مع دور تركيا في ليبيا. الصين ترفض التحذير الأوروبي بشأن هونغ كونغ. مقتل 15 في هجوم وحشي على قرية في المكسيك. أهلا بكم. أحيا الإريتريون المقيمون في أديس أبابا الإثيوبية ومختلف المدن الإيطالية وأستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وجنوب أفريقيا 20 من يونيو بتجديد العهد لتنفيذ أمانة الشهداء. واشتملت المناسبات التي نظمت يوم 19 والعشرين من يونيو إضاءة الشموع ووضع كليل الزهور والتشجير ومناشط فنية ومسيرة. وأكد المشاركون في مناسبات إحياء يوم الشهداء على تقوية صفوفهم والاستعداد الدائم لإنجاح برامج التنمية وتنمية صندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك وفي إطار تعهد الإريتريين في أستراليا ونيوزيلندا لتنمية صندوق أمانة الشهداء، قدم الإريتريون في ملبورن 4840 دولار، ومجموعة سوق دجن سورانا في واتساب 4450 دولار، والإريتريين في أدلاند 6240 دولار، والإريتريين في بريسبان 1325 دولار، وكفالة 4 أسر شهداء لعامين. وقرر أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينة سيدني كفالة أسرتي شهيد لعامين، والمقيمين في نيوزيلندا 6000 دولار. من جهة أخرى أشاد الإريتريون المقيمون في إثيوبيا بجهود شعب وحكومة إريتريا لمكافحة وباء كورونا، وتبرع إلى جانب دعمهم السابق بمبلغ أكثر من 1.5 مليون بر ب 6627 دولار أمريكي، تبرع في المرحلة الثالثة من تبرعهم بمبلغ 267 ألف بر. أوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تنفيذ أنشطة مرضية لرعاية الأطفال والأسر في السنوات 29 الماضية. وأوضح مدير مكتب رعاية الأطفال والأسر في الوزارة السيد تسفو سلمون لوكالة الرنان المهمة التي ظل يجري العمل بها باهتمام كبير منذ فترة الكفاح المسلح تعتبر جزءا من أنشطة ضمان رعاية الأسر. وقد نفذت أنشطة فاعلة لرعاية الأطفال الذين لم يكن لهم راعي بسبب مصاعب اجتماعية ومن صنع الإنسان ودمجهم مع المجتمع. وقال أن المكتب وضع 5 خطط استراتيجية لتنفيذ هذا البرنامج، من تأهيل الأطفال الذين ليس لهم راع مع أقاربهم والسماح للأسر المستطاعة التي طالبت التبني بالطريقة القانونية والرعاية في دار الأيتام. وقال أن الدراسات التي أجريت في السنوات الأولى للاستقلال أظهرت وجود حوالي 90 ألف طفل دون راعي، وأن الجهود التي جرت السنة الماضية مكنت من تأهيل 80% من الأطفال. وأشار إلى وضع سياسات ترتكز على الدراسات والعمل على تنفيذها. ونتيجة لذلك فإن دور الأيتام التي كان 26 دورا على مستوى البلاد بداية الاستقلال انخفضت حاليا إلى 5. ودعا المجتمع للتعاون وتقديم الدعم للجهات التي تحتاج إلى الرعاية. قدم 3 مديريات في الإقليم الأوسط ومديرية عدقيح بالإقليم الجنوبي مساعدات للمحتاجين. وفي مديرية سنبل قدم مصنع إريتريا للأقمشة 50 كنتال ذرة للمحتاجين في المديرية. وقدم محسنون في ضاحيتي لاجين وعد حمشت 150 ألف نقفة، ومجتمع الجين بقجرة 10,000 نقفة، وجمعية سلاب ماجهوت أكثر من 3,000 نقفة، وجمعية أبناء واكيث 5,000 نقفة، وروضة سارت 1000 نقفة. وتبرعت أسرة قرز مجماج لجنب إساق في عداق حموس ب15,000 نقفة، وباسم أرسيما داويت المتوفية من 4 أسمرة 10,000 نقفة. وتبرعت مختلف الجهات في عدقيح ب90,300 نقفة. كما وزعت المواد التي كانت تباع بطريقة غير قانونية
التي تم ضبطها بمكتب النظام والقانون للمحتاجين وتوزيع 270,800 نقفة. من جهة أخرى قدم 51 من الإريتريين المقيمين في بريطانيا 2720 جنيه استرليني للجمعية الوطنية لمعاقي الحرب لتخفيف ضغوط وباء كورونا. استشهد في 22 من يونيو المناضل المعاق تسفى ميكائيل رادي شارشار عن عمر 63 عاما جراء مرض فجائي. التحق المناضل تسفى ميكائيل بقوات التحرير الشعبية بالعام 1975 وخدم بتفاني وإخلاص لشعبه ووطنه حتى كامل الاستغلال. والمناضل تسفى ميكائيل ردا أب ل4 أبناء. وقد ورى جثمانه الثرى بمقبرة الشهداء بأسمرة ظهر اليوم 23 من يونيو. وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل تسفى ميكائيل ردا وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه. فاصل قصير ونعود لتقديم الأخبار العالمية. تفضلوا بالبقاء معنا. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لن تتهاون مع تدخل تركيا العسكري في ليبيا، متهما أنقرة بممارسة لعبة خطيرة. وتدخلت تركيا بشكل حاسم في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة بتقديم دعم جوي وأسلحة ومقاتلين متحالفين من سوريا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس في صد هجوم استمر أكثر من عام لقوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على العاصمة. وواجهت باريس اتهامات بدعم حفتر سياسيا، ونفت فرنسا الاتهامات لكنها امتنعت عن توبيخ حلفائها. كما انتقدت تركيا مرارا. وندد ماكرون الذي تحدث هاتفيا في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا بدور مرتزقة الروس في ليبيا، لكنه ركز معظم حديثه على دور تركيا. وجهت بكين انتقادا شديدا إلى الاتحاد الأوروبي قضاة إعرابه عن قلقه البالغ بشأن قانون الأمن القومي تعتزم فرضه في هونغ كونغ، مؤكدة أن هذه القضية شأن داخلي وأن الصين ترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية. وقال مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الصينية وانغ لونتونغ إن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ شأن داخلي للصين. وترد فعل الدبلوماسية الصينية عقدات إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسيلا فون دير أن قادة الاتحاد الأوروبي عربوا خلال قمة عقدت عبر الفيديو مع نظرائهم الصينيين عن قلقهم الكبير حيال قانون الأمن القومي في هونغ كونغ. وقالت المسؤولة الأوروبية أنها شددت خلال القمة التي شارك فيها عن الجانب الصيني الرئيس جينغ بينغ ورئيس الوزراء على أن هذا القانون ستكون له نتائج سلبية جدا، مذكرة بأن نظام الحكم الذاتي في هونغ كونغ أتاح لها الازدهار الاقتصادي. ذكرت السلطات أن مغريين قتلوا 15 من قاطني قرية للسكان الأصليين في جنوب المكسيك تعاني من نزاعات محلية، وذلك في واحدة من أكثر الهجمات وحشية تهز الريف المكسيكي في السنوات القليلة الماضية. وقالت سلطات الادعاء في ولاية اوهاكا أنها حددت جثة 13 رجلا وامرأتين كضحايا الهجمات التي وقعت في بلدة سان ماتيو دي ماريا إلى الشرق من ميناء سالينا كروس على المحيط الهادئ. وقالت حكومة بلدة سان ماتيو دي ماريا في بيان أن الهجوم دبرهم ما لا يقل عن 6 أشخاص مسلحين بدعم ممن اشتبه بأنه زعيم منظمة إجرامية محلية. ويقول مسؤولو ولاية اوهاكا أن بلدة سان ماتيو دي ماريا تعاني من نزاعات على الأرض منذ سنوات عديدة. قال معهد ريكين الياباني للأبحاث أن الكمبيوتر العملاق فوجوكو الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد البحوث المرتبط بالحكومة اليابانية وكيانات أخرى بما في ذلك شركة فوجيتسو اليابانية تصدر قائمة أسرع 500 حاسوب في العالم. إنها المرة الأولى التي يحتل فيها الحاسوب العملاق الياباني المرتبة الأولى في قائمة 500 منذ أن حصل السوبر كمبيوتر على المرتبة الأولى في نوفمبر العام 2021. وتم تطوير فوجوكو بشكل مشترك بين قبل معهد بيرجين وشركة فوجيتسو العملاقة،
وتصل سرعته إلى 451.53 بيتا فلوب، أي أسرع بنحو 2.8 مرة من الحاسوب الأمريكي الذي يحل في المرتبة الثانية، والذي يصل سرعته إلى 148.6 بيتا فلوب. ومن المتوقع أن تحقق الآلات سريعة الحاسوب أسرع من خلال تحسين البرامج المستقبل وفقا للفريق الياباني. نشكر لكم حسن المشاهدة والمتابعة، وإلى اللقاء.